انا لسه صاحي، مش عارفه يبان على وشي ولا على صوتي، بس ده ما يمنعش ان انا اعمل فيديو كده في السريع. يا رب يطلع مظبوط وابقى مصحصحه. على فكره دي مش قهوه، ده شاي بلبن، وانا بحب احط عليه. على فكره دي مش قهوه، ده شاي بلبن وانا بحب احط عليه نعناع. جربوها before you guys judge. Yeah. يلا بينا. انا بالنسبه لي مش هتكلم اللي هو ايه، هنخلي 2026 السنه بتاعتنا. انا كده فقت بقى، افتكر الاسلوب بتاعي معاكم على طول. هيبقى كليشيه قوي، وانا مش هبقى مرتاحه او مبسوطه او مش مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله لو قلت لك ان السنه دي هتبقى احسن. مش قادره اكمل الجمله حقيقي. ليه بقى؟ اول حاجه عشان انا معرفش اللي جاي هيبقى اصعب، يعني 2026 هتبقى اصعب ولا اسهل من 25. صح، فما اقدرش اقول لك السنه دي هتبقى بتاعتك. الهوا. فالصعوبات دي انا ما اقدرش اتحكم فيها عشان اديكي امل وفي الاخر تحسي بخذلان بشكل غير مباشر مني عشان قلت لك السنه لا. مش هينفع اقول لك كده. فانا هكون واقعيه معاكي، والواقعيه على فكره احلى بكتير من الاحلام اللي انت بيتهيأ لك عليها. الاحلام دي اللي هي ايه؟ هتتفرجي على فيديو وهتقول لك انا اضمن لك 100% انت لو اتفرجتي على الفيديو ده كله اضمن لك ان حياتك هتتغير والعناوين دي كلها. دي هتبقى حلوه بس مؤقته. لكن لو كنتي واقعيه، دي اللي هتديكي فعلا سعادة ونتائج على المدى الطويل. لكن الفيديوهات التانية اللي بقولك عليها دي سعادة على المدى القصير وبسرعة. اوكي طيب، يبقى كده اول حاجة ان احنا نكون واقعيين. اوكي طيب، تاني حاجة ايه؟ انتي طبعا عارفة مشاكلك اكتر ما انا عارفة مشاكلك، صح ولا لأ؟ يعني ايه؟ يعني انا لما اجي بتكلم في العموم بتكلم في مشاكل عامة او طرق تفكير انتي مثلا بتتفكري بيها، صدفة ان غيرك لأ. اوكي، فمين اللي هيعرفك 100%؟ انتي ولا انا؟ اكيد انتي. شاي بلبن وقناة 5 كيدز اللي هي بتاعت الاطفال، انتوا اكيد خلاص عرفتوا كده انا ايه اللي بيمزجني او ايه روتيني الصباحي. المهم، او ايه اللي بيكيفني. انا ناقص ارجع من المدرسه، بس حقيقي لو سمحتوا ما توقفونيش تاني عشان بجد انا بنسى. اوكي، فخلي بالك انتي عارفه مشاكلك كويس قوي. اوكي قوي. بس انتي بتدلعي، فلما تدلعي بتفتحي مثلا فيديوهات على اليوتيوب، تشوف تستني نوتيفيكيشن من اليوتيوبر بتاعتك اللي بتحبي تسمعيها تحفزك عشان تديكي تحفيز بس تكملي بيها اخر الاسبوع وتوقفي. خلاص جرعتك من التحفيز خلصت، او من التحفيز اوكي اللي بتديكي نشاط خلصت. فانت ايه؟ هترجعي تاني لوضع الهموت او الهمدان لحد ما تنزل فيديو تاني. فانت عايشه كده، ما ينفعش تعيشي تعتمدي على حد في حياتك. اكتبي معايا. حلوه دي، اكتبي بجد معايا. لا لا لا، هاتي ورقه وقلم. اول حاجه، ما ينفعش تعتمدي على حد. حاسه تعتمدي، انا بحاول اهزر اهو عشان محدش يقول لي اسلوبك وحش، عادي بتحصل. هاتي ورقة وقلم. أول حاجة كده معانا، ما تعتمديش على أي حد في حياتك يديكي سعادة، يديكي تحفيز، يديكي الجرأة إنك تعملي الحاجة اللي أنت عايزاها. أي حاجة أنت عايزاها ما تعتمديش على حد إنه يوصلك ليها. ما تخليش حد في حياتك يكون جسر ليكي الحاجة اللي أنت عايزة توصلي لها. أوكي. اللي بعده. طب اقتنعتي أصلا ولا لأ؟ يعني عارفة ليه؟ يعني ممكن الشخص ده يختفي، ممكن الشخص ده يأذيكي، ممكن الشخص ده يطلب منك طلبات مقابل ان هو يعمل لك الحاجة دي. فانتي ممكن تكوني ايه، هتخسري ثقتك بالناس بشكل واحد ممكن عشان أذاكي في حاجة ولا الناس مش كلها وحشة. فليها عواقب كتيرة، ليها أشكال مختلفة. أوكي، فلا، مش بالطريقة دي. اوكي، ما تعتمديش على حد. ليه برضو؟ خلي بالك، تسمعي المصطلحات اللي هي ايه؟ wild cat, black cat energy, dark feminine energy. ممكن حد من نوعية البنات دي او من النساء دول هتحس ان هي ممكن تعتمد على حد. ده مستحيل، مستحيل. وفي نفس الوقت هل انت ما نفسكيش تبقي زيهم او على نفس الليفل من الداركنس بتاعت الفيمينين؟ او مستحيل برضو تقولي لا مش عايزة. بيتصفوا أكيد بالصفة دي. مستحيل تستنى حد أصلا يأخرها، مستحيل، إلا لو هي على مقربة شخصية منه أو اللي هي قريبة منها قوي من صاحبتها. مش أي حد تعمل كده، مش أي حد تعمل معاه كده. يعني أنا عايزاكي هقولك على حاجة حلوة قوي. خلي في مثال في دماغك لواحدة، أوكي، وثبتيها في دماغك. يعني مثلا كنت بقول لأختي مثلا أنتي بتحبي مين؟ تخيلي دي. أوكي، تخيلي بقى دي. هل دي ممكن
حد ما تعرفوش او حد معرفة او زمايل من بعيد، عامل معاه واحد اتنين تلاتة، هتعديها ولا مش هتعديها؟ هتتخانق ولا مش هتتخانق؟ هتعبره ولا مش هتعبره؟ اتأخر عليها هتستنى ولا مش هتستنى؟ هزر معاها هزار تقيل ما عجبهاش، هتعمل ايه؟ هتعديها ولا تديه فوق دماغه؟ وهكذا. فده ابسط حاجة عشان تعرفي اللي انت بتعمليه ده صح ولا غلط. انت لوحدك، يعني مثلا لما اقول لك كيندل جانر ممكن لو حد هزر معاها هزار مش عاجبها وقال لها لا انا اسف انا اسف، قلت له لا ولا يهمك وتطبطب عليه. ده قصدي اللي هو ايه، لو انت مش عارفه تتصرفي، رغم ان بجد بتبقى منطقيه يعني، بس لو في بنات بيبقى عندها صعوبه قوي انها تستوعب حاجه زي كده، او اللي هو طب مش عارفه برضه اجيبها، خلاص خلي لنفسك رمز. اوكي، واحده او واحد حتى مش مشكله. انت بتشوفيها رمز لشخصيه انت عايزه تكوني عليها، طبعا شخصيه صالحه. اوكي، وطبعا يعني لو انت خدتي حد اجنبي، عشان بس لو في ناس مش فاهمه برضو، جماعه احنا بناخد الحاجات الكويسه مش الحاجات الوحشه، بس عشان ايه، يعني هي حاجه منطقيه برضو، بس ايه، احتراما لجميع طريقه تفكير كل الناس اللي ممكن تفهم غلط، اكيد هناخد الحاجات الكويسه، مش محتاجه اقول اصلا كده. اوكي طيب، النقطه اللي بعدها، برد حقيقي، برد، انا متاكده انه برد. ممكن تكتبي دي برضو عندك، انتي على دراية كاملة بكل مشاكلك اكتر مني واي حد عظيم انتي بتتفرجي عليه. اوكي، فانتي اكتر واحدة قادرة ان انتي تحلي مشاكلك، لان انتي عارفاها بالتفصيل، وعارفة امتى بتعملي الحاجة دي وليه، وايه إيه اللي حفزك او ايه اللي نرفزك او ايه اللي استفزك عشان تعملي حاجة زي كده. اوكي، فلا، انا عرفت ان الحاجة دي هي اللي بتطلع فيا العيب السيء ده، فانا بطل الحاجة دي او ابعد عن الشخص ده، وهكذا. فاهمه ازاي؟ فمهما حصل، مهما اتفرجتي على فيديوهات، صدقيني انت على درايه كامله بنسبه 100% على مشاكلك. فممكن انت بكل حاجه صغيره انت تقعدي مع نفسك وتشوفي ايه علاجها، او تفتحي لها فيديو. لكن عمرك ما هتلاقي فيديو مثلا بيحاول يحل المشاكل او حاجه ذاتيه، تنميه ذاتيه، وهيحلك مشاكلك كلها. لا، انت تفصصي كده انت عايزه ايه، وتبداي تتفرجي على فيديوهات كل حاجه بتحل مشكله عندك، او انت تحليها بنفسك، او مساعده من حد تثقي فيه من اهلك. بلاش الاصدقاء. اوكي، تالت حاجه، بلاش الاصدقاء. يعني مثلا موضوع الصحاب ده ما شفتش حد بيتكلم فيه قوي من الناحيه دي، شفتش حد خالص بيتكلم فيه من الناحيه دي. بصي، انا مره كان في واحده صاحبتي بحكي لها، بحب احكي لها. اوكي، بس على المدى الطويل، وعرفها من زمان قوي، لما كبرت سبحان الله، يعني انا عارفه ان هي مستحيل تفتن او تحكي او تقول اللي انا بقوله لها لحد تاني، ولكن بقيت الموضوع ده بحطه تحت التجربه بفتره، اللي هو كل ما احكي لها حاجه سبحان الله، انا برجع لما بنام صدري مثقل بشكل، ومتضايقه ومخنوقه ومكتومه، وحاجه بتقولي او حاجه بتحسسني اكبر غلط عملتيه النهارده اللي انتي رحتي اتكلمتي معاها. فانا اللي هو مش عارفه، ما كده قبل ما انام بيجي لي افكار سلبيه قوي قوي، فقلت يمكن دي حاجه مش حقيقيه يعني. اوكي، فقررت الموضوع تاني، انا رحت حكيت لها، الموضوع اتكرر، وبعد كده بدات افكر فيه في يومي وانا صاحيه، مش بس قبل ما انام. اوكي، ده فيلم موانا، distract you ADHD، عادي عادي. نرجع تاني. على فكرة دي طريقة تفكيري بصوت، يعني لو فكرت بصوت عالي هتلاقوني وقلت كل حاجة بفكر فيها، هتلاقوا تك 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 تك. That's me. لغاية أما حسيت إنه لأ، مش عايزة أحكي لها حاجة، ولما فعلا اتحطيت في حاجة وما حكيتش أو بطلت أدي updates، لقيتني مرتاحة، لقيتني أو اكتشفت إن هي ما كانتش بتحكي لي حاجة أصلا، يعني أنا كنت بدي مش باخد، وعلى قد ان انا مش فارق لي ان انا اخد، يعني عادي، يعني ممكن ما يبقاش في عندها حاجه، بس بعد كده جه في بالي اللي هو هي ازاي مش عندها حاجه. بس هل هي وحشه؟ ما اعتقدش ان هي وحشه، بس هو مش صح ان انا احكي. ما هو خلي بالك، هي مش يا ابيض يا اسود، يعني مش معنى ان انا حسيت ان هي ان انا مش صح ان انا احكي لها يبقى هي انسانه وحشه، او هي بتفتن، او هي حاسده او حاقده خالص. بس
فانا طاقتي كبني ادمه بتقول لي مش اي حد يعرف حاجه عنك and this is a really good sign. يعني دايما في الفيديوز بتاعت التيك توك انه مش اي حد يستاهل انه يعرف عنك كل حاجه. that's true. مش اي حد لازم يعرف تفاصيلك الشخصيه، مش اي حد لازم يعرف المشاكل، مش اي حد لازم يعرف الا الناس المقربه قوي وبيبقوا واحد. ان ما كانش حد من اهلك اللي هو خلاص ما حدش عارف من بره، فالاهل ده منطقيه ان هم يعرفوا ولا تحسب. اوكي، دي من الكاركترستكس. ايوه هي من غير عدسه. هي دي من الكاركترستكس بتاعت الايه، الشخصيات القويه، او اللي هو ايه، الناس بتبقى على طول حواليها كده curious what are you doing in your life، ايه بتعملي ايه في حياتك. انا عندي فضول تجاه الشخصيه دي، هي ما بتتكلمش على طول، ما بتحكيش على طول. ليه؟ عشان هي فعلا حاسه بنفسها قد ايه هي مهمه، عارفه ان مش اي حد يستاهل يعرف، ولو عرف خير هيعمل ايه، هيضيف ايه. خلي بالك دي طريقه تفكير مهمه جدا، هيضيف ايه الشخص ده لو عرف. عشان كده فعلا ما تحكيش اوه ماي جاد. بصي، ايه بالبنط العريض الاحمر لو عرفتي تخلي القلم ينور كمان. مش اي حد تحكي له اي حاجة عنك. مش بصي خلاص، هو مفيش غير هي صديقة واحدة، اوكي، يا اما بابا وماما او اخواتنا، ماشي، لان دول مستحيل يفتنوا ومش هيستفادوا حاجة لو اذوكي، الا لو هم على ليفل كبير من الشر. ما اعتقدش حد كده يتفرج عليا، بس انتي ادرى مين اللي بتحكي له. وخلي بالك والله العظيم فعلا فعلا الكووت دي صح قوي. لو انتي حكيتي حاجه to your best friend، لو حكيتي الحاجه لصديقتك المقربه، هي عندها صديقه مقربه تانية انتي متعرفيش عنها حاجه هتحكي لها. صديقتها المقربة دي هتحكي لصديقتها المقربة التانية، حتى لو صاحبتك اللي قالت لصاحبتها ما تقوليلهاش، لا هتروح تقول لها بحجة ايه، ان هم اصلا انتي اللي هو اول الخيط ما يعرفوكيش، فهي حاسة انها مش هتخسر حاجة لو هي قالت لك وهي قالت لها ودي راحت قالت لها. هم ما يعرفوكيش ومش هيشوفوكي، فاحنا بنسلي قعدتنا، وانتي عارفة ان تسلية البنات هي الكلام الكتير وايه ده بجد ومش عارفه ايه وازاي، يا نهار ابيض انت فاكره مثلا كذا، طب انت عارفه اما احكي لك بالمره، انت عارفه ان حصل فاهمه الكلام لن ينتهي. وبرده لو اتحكى هي ممكن ما يكونش قصدها وحش، بس هي تسليه قعده. هل انت تحبي تكون مواضيعك تسليه قعده، حاجه عابره؟ لا، انت لو مواضيعك تبقى تسليه قعده، مش اللي هو عارفين عنك حاجات فاللي هو عمالين يتكلموا يمين وشمال ومش عارفه ايه. لا، انت اللي هو لو انت فعلا هيتكلموا عليكي مش تبقى تسليه قاعده، وهتبقى اللي هو قاعده شخصيتها حلوه، دي بتحكيش حاجه لاي حد، دي عايشه ازاي، دي اهلها ايه ده مفيش يعني ايه. عارفه لما تتكلم بطريقه وحشه بس لو هو عشان انت عندك كل حاجه حلوه، لو مثلا اهلها مدلعينها إيه، تقول كلام وحش بس علشان هي غيرانه، مش عشان حاجه عيب فيكي حقيقي برد، انا مش عارفه اكلمكم ولا اشرب. فطبعا انا نسيت انا قلت ايه في الاول عشان اعدلكم، انتوا كتبتوا. فما تبقيش تسلية قاعده، ما تخليش حد يكون جسر ليكي الحاجه عايزه توصلي لها، ما تعتمديش على حد انه يفرحك. كان في نقطه في النص انا نسيتها، مش مشكله انتي كتبتيها. اتعودي ان كل شهر، يعني انا بالنسبه لي دلوقتي بدات اشتغل على نفسي، اشوف الحاجات اللي بتاخرني في حياتي او الحاجات اللي بتضايقني من دلوقتي. مش هستنى واحد واحد، بالعكس انا عايزه الحق امسك الجدر والم كل حاجه عشان اشتغل، او وقت ما اخلص بقى. يعني مش شرط واحد واحد، بالعكس انا بحس ان واحد واحد دي من كتر ما الناس عماله تشكر وتمجد في كل اول سنه جديده، بحس اللي هو ببص من الشباك هو فين، مفيش حاجه. فاللي هو ايه، بحس ان انا بهمت او الاراده ب... فاهمين عادي، يعني فين مش شايفه. اوكي، الا لو انتوا في دبي دي حاجه تانية. نقي صحابك. هرجعك تاني الجملة قديمة قوي، الوحدة خير من جليس السوء. صح، حقيقي صح. جليس السوء يعني خلى البنت كأنها ولد، ألفاظ، أسلوب حياة، مش عارفة إيه، كل الحاجات دي كلها. فعلى إيه؟ حقيقي الوحدة أحسن فعلا من جليس السوء.
انت ترضي كده؟ ان انت لو تقعدي مع جليسة سوء وحاسه انها مش هتاثر عليكي وقالت لك لا 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 ما تعمليش زي ما انا ما بعمل ومش عارفه ايه، فانت شويه شويه هتتاثري لان انت بتشوفيها مثلا بتعمل حاجه غلط، وبتحسي ان هي دي حاجه بتسبب لها السعاده. حتى لو هي قالت لك ما تاخديش انت لوحدك، ممكن تجربي من وراها، او اللي هو مالكيش دعوه انا جبت وخلاص، يبقى هي كده اثرت عليكي حتى لو هي قالت لك لا. فانت خلاص لا، البني ادم هيضعف. فالوحده خير من جليس السوء. تاني، خط احمر كبير، بلاش حقيقي بلاش. واعتقد ممكن يكون من حد الناس اللي اتفرجت عليا انه جرب موضوع جليس السوق ولو كم او فتره واحده في حياته، واثرت عليه بايه؟ الفاظ، معلومات عامه، مش سنه، حاجات مش شرط يشوفها. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ فحقيقي حرام اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. انا رجعت تاني للتون اللي بيزعل، بس هو فعلا حرام، هي حاجه فعلا تضايق. ده اللي انا فاكراه دلوقتي. ممكن نبقى نكمل في فيديو تاني. واعتقد الفيديو ده مش شرط لاي للسنه دي او لاخر السنه دي، لا، او لاول السنه الجديده، لاي واحده وفي اي وقت ولاي سن. وزي ما قلت لكم مش شرط اول سنه خليها السنه بتاعتك. No, I'd be a liar if I told you this. Okay? Thank you. See you مرة تانية. So thank you so much guys for watching, and you guys see me the next time. Bye.